سيد كارلو، تهانينا على هذا الفوز والوصول إلى نصف النهائي. لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق مميز. المباراة كانت صعبة، تألمنا كثيرا وعانينا كثيرا. في بعض ردهات المباراة كنا جيدين، دافعنا بطريقة جيدة خلال 120 دقيقة، صلابة دفاعية رائعة، وهذا السبب الذي أوصلنا إلى النصف النهائي. لأن المان سيتي هو فريق رائع بأتم معنى الكلمة، والكل يعرف هذا الأمر، ولكن الطابع الشخصي لريال مدريد كان موجود، وقمنا بتضحية جسام وذهبنا إلى ركلات الترجيح. طبعا ضربات الجزاء فيها الحظ الكبير وكنا محظوظين. هل كنت تتوقع الفوز؟ أو توقعت الفوز؟ نحن بدأنا بالتسجيل ثم دافعنا بطريقة جيدة، عدلوا النتيجة. آمنت بالاحتمال للوصول لركلات الترجيحية. الآن سوف تقابل فريقك السابق البايرن ميونخ. ما مدى صعوبة مقابلة هذا الفريق الألماني؟ الأمر صعب مهما كان اسم الفريق. كل الفرق التي تصل إلى نصف النهائي هي فرق تستحق التواجد في نصف النهائي، والأمور ستكون صعبة مثل ما كانت صعبة أيضا في الربع النهائي. الناس يقولون أن الفائز في مبتل أوروبا. هل تؤمن بهذا الأمر؟ علينا أن نلعب مباراة نصف النهائي، ولكل حادث حديث، لا نسبق الأمور خطوة بخطوة. شكرا جزيلا السيد كارلو، وتهنينا مرة أخرى على هذا الفوز والوصول إلى نصف النهائي.